لا شيء يضاهي متعة كرة القدم، هي سحر لوحدها، جنونها يستحيل إيجاده حتى في المسلسلات والأفلام. ما تفعله شيء خارق، ما تقدمه أمر خيالي. من أسعد عشاق كرة القدم لسنوات استحق أن ينهي مسيرته بأغلى ألقاب مستديرة. ميسي يحقق حلمه، ميسي بعد طول انتظار يفوز بكأس العالم، ميسي أخيرا ابتسمت له كرة القدم. إذا كنت تعشق الأرجنتين ففرنسا لديهم فتى مدلل حتى وهو ما زال في المهد، فلا تأمنه بالمطلق، وبأي وقت حاولت أمه إرضاعه سيعيدكم يا الأرجنتينيين للصفر. وتلك هواية كيليان. الكل شاهد الكأس ذاهبة للأرجنتين، وربما جلسوا على مقاعد طائرتهم وانقضى الأمر ليأتيهم المستقبل مبابي وأجل الرحلة إلى وقت لاحق. كيليان لم يتردد في الاحتفال أمام أنظار ميسي قائد الأرجنتين بعد هدفه الثاني الذي أجل به رحلة لاعبي الثانغو، وبدا أن مبابي أراد لفت انتباه ميسي زميله في باريس سان جيرمان، لكن قائد الأرجنتين أدار وجهه إلى الناحية الأخرى سريعا وكأنه يقول: لا يهمني بماذا تحتفل، المهم أن أحتفل أنا في الأخير. احكمي بأحكامك مثل ما شئت، تمنعي واستعصي مثل ما تريدين، لكنك ستنحنين بالغصب لسيد القوم وتردين الدين الذي عليك. وبالفعل الحظ أنصف كأس العالم أخيرا ليأخذ مكانه بين يدي ليونيل. هذا الأخير أضاف اسما جديدا لاسمه، وأصبح اسمه الشيخ ميسي بعد أن ارتدى الزي الرسمي لدولة قطر هدية من أميرها. رفع الشيخ الكأس التي استعصت عليه عاليا، وهنا لأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ ليكتب كاتب التاريخ آخر سطر قبل أن يغلقها بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لتغلق الكتب أخيرا لحين ظهور أسطورة بحجم وتاريخ وإنجاز ميسي. كرة القدم كانت مدينة لليونيل، وعلى قدر ما أعطاها من جهده وموهبته أدارت ظهرها وكادت تلقيه على قارعة طريق الغير متوجين بالمونديال. مسيرة الذهب لميسي ما كان من العدل أن يكتسي السواد جانبا منها، وما كان من الإنصاف أن تنتهي مسيرته الدولية على وقع التخاذل في عقول البعض. كرة القدم رأفت بحال العشاق من بوابة قطر 2022 وعزمت لي على طاولة المتوجين بالمونديال، بل وجعلت كرسيه يتوسط طاولة الشرف.